صباح الخير، صباح النور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. به البنات لهنا ثاني نهار صايمة فيه. لا إله إلا الله. صباح فقط لميت الدار، عملت مسحة. الحقيقة ما شاركتش معاكم. شاركت معكم التبخيرة. واكتفيت بها هي باش ما يجيش فيديو طويل، خاطر قعدت برشا نلم. الحقيقة ما حبيتش نشارك معكم التنظيفات وكل. لميت البيوت، كان ثم دبش طويتو، عندي دبش غسلتو، مسحت. المهم نظفت التابيات بالبروس حسيلو. خرجت الفروشات تتشمس المخادد بحكم نهير سخون على الاخر. وعملت تبخيرة. هيا قلت علاش لا، خليني نشترك معهم التبخيرة مادامني ما شاركتهمش الروتين، نشاركهم التبخيرة. لهنا زادا توش الحقيقة نضيف. كل حاجة مريقلة وكل حاجة شادة بلاصتها. دخلت لهنا زادا باش نبخر بيت النوم. ولهنا الحقيقة ما كفانيش البخور، ما عنديش برشا، وانا نحب نعجعجها بالبخور على الاخر. عندي لير فريش هذيا ريحتها تبدا كيف البخور زدت. عبيت بها الدنيا باش هكاك الواحد يزيد يتمتع بالريحة المزيانة. والحقيقة كملت لهنا، الواحد صلى حق ربي وبعد فقط مشيت تكيت فقط. باش نعمل الفطور متاعي. صدقوني البنات، الفطور لهنا محسوب الخمسة، يمكن الخمسة بجي خاطر كل شيء في الفور. عندي عملت أفخاذ متاع دجاج حطيتهم في الفور فاكساشيت، وحطيت كيف البطاطا زيدا فوحتها وحطيتها في الفور. لفاح البنات عملت لحظة ساعة. والخلوط هذا متاع البريك الحقيقة متاع معناها امس. خاطر هذه ثاني نهار خليت شوية يخي طيبتهم من غدوة. الفاح متاع الدجاج عملت الحقيقة نحب فيه شوية ثوم الفاح. عملت شوية ثوم، عملت شوية ملح، وعملت شوية كركم. عملت شوية طماطم على كل لون هذيك، شوية فلفل أحمر باش يعطيني هيك اللون المستحمر هذيك بعد في الدجاج. عملت عندي شوية ثوم بودر زيت أبرم، حطيت شوية كان منيش غالطة. لا إله إلا الله نضرب موكها. وعملت القارص بالطبيعة، وعملت شوية زيت حطيتهم في كساشيات وحطيتهم في الفور. واللي بقالي من تفويح متاع الدجاج زدت فوحت به البطاطا. الحقيقة جت بنة على الاخر. اما ماني حطيتهم مع بعضهم معناها هي نورمال مو البطاطا نحطها وحدها تبدا مفرقة على بعضها باش تجيب التساوي الكل. ثم الحقيقة لي طلعت لي ناقصة شوية شيء. لهنا الحشو متاع البريك كما شفتوا معايا اول نهار. جبن زدتوا الحق من حاطه فيه جبن ربي، وحاطه فيه شويه جبن موزاريلا. زدت جبن تريانجل هذيك باش تزيد تبني. كيما نعرفوا انه البريك تحب جبونات وكل، وبطاطا ومعدنوس وشويه سلامي. نحب فيها سلامي الحقيقه البريك. سلامي والفحات انتم واش تحبوا تحطوا فيه. غاديك حبيت نوريكم الدجاج والبطاطا ديجا في الفور. بطاطا حطيت على بابي كويسون كما تشوفوا فيها، قاعده نشوف فيها طابت والا ما زالت. لهنا بعد ما قليت البريك الحقيقة قليت قرينات فلفل بارمو ما تصورش معاكم. وباش نحط
نطيب صوص طماطم دقيق عشاء خفيف ظريف، ما كلفتش فيه روحي برشا. قلت لكم وقفت تجاه مع الخمسة. عملنا شوية مايونيز، قلت الرجل عمل لنا شوية مايونيز البطاطا للصغار البنات، خاطر بناتي مرضى شوية هامين ورحت تشهيهم باش هما ينجموا ياكلوا كل. الحمد لله وكاو. لهنا عندي شوية شربة من أول نهار، من كيما نقولوا إيمس معناها متاع السيم. كايبات بريك الحقيقة هبط عشاء حموية وحماتي، وهذه عشينا نحن أنا وراجلي وبناتي الحمد لله يا ربي، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. لهنا كما تشوفوا حبيت نوريكم حالة الكوجينة، كما تعرفوا قليين وزيوت وحالة ما نحكي لكمش، الزيت عاد قريب مثلي في السقف الحقيقة. تعبت على الاخر لهنا، قلت هاي سايب عليا مانيش وما نجمتش مانيش لمتها الكوجينة الحقيقة، ما نجمتش ما نجمش نركض نخلي الكوجينة داخله بعضها، اسرتو زيوت وحالة. الواحد حتى كيف يفيق الصباح باش اكثر حاجة معناها تفشلني كي نفيق نلقى كوجينة داخله بعضها. ماذا بي عادي اي حاجة نخليها داخله بعضها، مثلا نقول خلي تو صباح نلمها عادي ما يقلقنيش، الا الكوجينة نحب كي نفيق الصباح بحكم هي في وجه باب الدار، فهمتوا البنات ثم تحل باب الدار تشوف الكوجينة بصراحة ما نجمش نخليها داخله بعضها، وزيوت منا وصحنا من غادي وحالة من غادي وما نجمش الحق. وراحة نفسية بعد التعب صراحة، راحة نفسية بعد التعب، هاوينو الواحد يوقف شوي وبعد يرتاح، حتى من غدوة كيف يفيق على راحته، وإلا صرتو تبدأ الكوجينة ملمومة، تبدأ كل حاجة نظيفة كل حاجة شادة بلاصتها. غادي كيما شفتوني الفايونس غسلته بكر الرغوة، نظفت الغاز بالرغوة كيف لوط لهنا زاد باش ننظفو خاطر يطلع لي هكا طشطاش متاع الزيت وكل. قرنين فلفل البنات ومو قليت فيه البريك الزيت سخن برشا، بعد كي حطيت فيه الفلفل هكا هو عمل حالة، قرنينك الفلفل عملوا لي الحبارة هذه كلها متاع الزيت. باش نعدي يدي على الحكوك كل نمسحهم، نمسح النيش زيادة. باش هكاك الحقيقة أكثر حاجة نكرهها هي الزيوت، ما نحملهاش الحق نتاع ربي. ماذا بيا ما نخليش حتى نكتة متاع الزيت في الكوجينة، معناها توتر الأعصاب بصراحة. غاديك عديت مسحتك هذوك ما نعرفش شو يقول الحمالات ولا كيفاش يقولوا فيهم ما نعرفش، بالخطر الميكروفايبر هذيك فيها معناها مطلية بال شو اسمه بالسيترو، ما الغاز كان فيها الرغوة وكل حق تتعبى هي بالرغوة. هاوين وعملت بهم الحمالات وبعد مشيت زدت مصمصتها بالكدا نحيت منها كالرغوة ورجعت عودت عملت لهم مسحة كيف عديت مسحة على الحكايك وكل حاجة موجودة قريبة للغاز مسحتها هاي باختصار باش هكا نتأكد انه انضافت لهنا. باش نعملها مسحة ونزيد نتهنى عليها اني نضيفة على الاخر. وكما شفتوا بعد ما كملت اني هانكم تشوفوا فيها ليل باش نعمل ضريبة متاع اير فريش هكاها، وتبقى ريحتها تنحى ريحتك المقلية ريحتك الزيوت وكل وهكيكا تبقى ريحتها بنينة وفي ولهنا نكون وصلت بكم لاخر الفيديو، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله يكون نال استحسانكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، راهو بهكيكا نجم نقدم ونجم نعطيكم ما خير. نقولكم باي باي وبسلامة ودمتم في امان الله وفي حفظ الله يا ربي. باي باي.